السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. انا بقالي فترة عايزة اعملها لكم، وكل شوية اجل فيها وبعدين اقول لا هعملها المرة دي هعملها. فانا خلاص اخدت قرار ان انا لازم اعملها واوريها لكم. هنعمل النهاردة مع بعض كنافة بالمانجا. هنعمل لها كريمة حلوة جدا جدا، طعمها بيدوب كده في البق، والمانجا كمان موجودة فيها بشكل قوي. هنزين التزيين اللي انتوا شايفينه ده، وهعرفكم ازاي تعملوا الوردة الحلوة دي. هننوع كمان في طريقة التقديم للكنافة بالمانجا. بس قبل ما نبتدي وصفتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم علشان يوصل لأكبر عدد ممكن ويستفيد. ويلا بينا نبتدي وصفتنا ونقول بسم الله. عندي هنا نص كيلو من الكنافة. انا يعني الكنافة دي حطيتها في الفريزر وخرجتها على طول من الفريزر، قعدت اكسر فيها بايدي كده، يعني انا ما استخدمتش اي جهاز لتكسيرها او لفرمها. هي وهي متلجة بتتفرم حلو جدا وبتبقى سهلة قوي علينا كمان. هنحاول نفرمها على قد ما نقدر صغير خالص. وبعد كده هنجيب كوباية من الزبدة السايحة وهنحطها عليها. هنقلب كويس جدا الكنافة مع الزبدة. ولو حسيتوا ان الاسباتولا مش بتقلب معاكم كويس، استخدموا ايديكم، لان ضروري جدا 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 الخطوة دي، علشان لو انتوا عاوزين نتيجة للكنافة ان هي تكون معاكم متحمرة كلها حلوة ومقرمشة كمان مش ناشفة. لازم ان احنا نوصل الزبدة لكل جزء من الكنافة. بعد كده اخدت 3 معالق سكر بودر، حطيتهم على الكنافة وبرضو قلبتهم كويس علشان تبقى الكنافة بتاعتي كلها واخدة نفس الطعم. وبدأت ان انا بعد كده احطهم في القوالب بتاعتي. انا مستخدمة هنا كذا ستايل للقالب، يعني عندي القوالب الصغيرة دي بتاعت التارت، وعندي القالب الكبير بتاع التارت، وعندي الكبات الصغيرة اللي هي الأكريليك دي، عملت برضو فيها في الآخر. بالنسبة للقوالب، علشان احنا نطلع نتيجة حلوة والكنافة تتحمر معانا بشكل حلو، لازم ندهنها كويس جدا وندخل الزبدة في الأماكن اللي صعب ان هي يوصل لها الزبدة، يعني اتوصوا من الآخر في الدهان بتاع الصينية اللي انتوا بتستخدموا فيها الكنافة عشان تستوي معاكم حلو، وتطلع كمان كل قالب على بعضه حلو. بدأت ان انا بعد كده اظبط شكل الكنافة في القالب بتاعي باستخدام قالب تاني واضغط عليها عشان تديني شكل القالب وتبقى متساوية كلها مع بعضها، ميبقاش في حتة طالعة وحتة نازلة، عشان شكلها كمان في الاخر يبقى حلو. خلصت القوالب بتاعتي الصغيرة كلها. بعد كده عملت القالب بتاعي الكبير، دهنته الأول كويس جدا. وبعد كده بدأت ان انا احط فيه برضو واسوي العجينة بالقالب الصغير ده على قد ما اقدر، لحد ما خليت شكلها بالنسبة لي انا متناسق ومفيش اي جزء منها طالع او نازل. وبعد كده دخلتهم الفرن على درجة حرارة 200، الرف الوسطاني، وسبتها تاخد لون. في جزء من الكنافة دي انا حطيته في الفرن و آمم أخد لون من تحت، فرُحت مشغّلة الشواية عليه علشان ياخد لون من فوق. فهو طبعًا الشواية حمّرته بزيادة من فوق، وفي جزء تاني أنا سِبته يتحمّر من الفرن من فوق ومن تحت، ما شغّلتش الشواية عليه. أنا هاورّيكم الاتنين عشان لو أنتم حابين تستخدموا الطريقتين تبقوا عارفين الفرق، وفي نفس الوقت عشان برضه أعرّفكم الألوان عاملة إزاي والطعم عامل إزاي. طعم الاتنين ما كانش في أي فرق فيهم، لإني الحمد لله التسوية بتاعة الشواية ما وصلتش لإن هي تتحرق، فهي اديتها بس لون بني بزيادة. والتسوية بتاعة الفرن اديتها لون دهبي كده برضه حلو. الاتنين كانت طعمهم حلو جدًا، ما كانش فيهم مشكلة. بس طبعًا اللون الفاتح كان بيبقى أحلى شوية في التقديم، لإن اللون الجولد ده بيبقى حلو أوي مع أي تزيين بنزينه أو أي كريمة بنحطها. زي ما انتم شايفين، عشان احط في الكبات حطيت شوية في صينية صغيرة دهنتها الاول، وحطيت شوية كده من غير اي قالب ولا حاجة. رصيتهم بس كده في الصينية مفرغين، وسبتها طبعا اخدت اللون الذهبي الحلو اللي انتم شايفينه ده. ودي كانت من الحاجات اللي انا سبتها تاخد لون من الفرن بس من غير الشواية. دول بقى اللي شغلت عليهم الشواية، وزي ما انتم شايفين برضو واخدين لون حلو مش وحش، وطعمهم كان حلو جدا. بس زي ما قلت لكم هو لونها غامق سنة بس عن التاني.
بعد ما طلعت معايا الكنافة من الفرن سبتها بس تهدى دقيقتين 3 وبعد كده بدأت ان انا اشربها بشربات المانجا، شربات مانجا متخفف. احنا عملنا مع بعض قبل كده شربات المانجا ده وقلت لكم ازاي بيتعمل. بعد كده بدأت ان انا اشتغل في كريمة المانجا اللي انا هعملها. اخدت كوباية من شربات المانجا دوت من غير ما اخففه، وكوباية من اللبن، وعليهم 3 معالق كبار من الكاسترد البودر. قلبت كله على البارد وبعد كده حطيته على النار عشان اسويه. بعد ما حطيته على النار وصل للقوام ده، وطبعا لازم نعرف ان لازم ضروري جدا نبقى واقفين عليه ونقلبه كويس جدا عشان ما يكتلش مننا. بمجرد ما شلته من على النار جبت فيما يعادل 3 معالق من الزبدة، حطيتهم على الكاسترد ده أو الكريمة دي، قلبتهم كويس وهم دافيين، فطبعا الزبدة ساحت. الزبدة هنا مهمة يا جماعة لأنها بتدي طعم حلو قوي قوي للكريمة، بتوديها في حتة تانية خالص. من غير الزبدة يبقى عبارة عن كاسترد بس. وغطيت الكاسترد بتاعي في طبق بستريتش راب، حطيته مباشرة عليه عشان ما يعملش طبقة، وسبته يهدى على جنب عشان لما اجي احط عليه الكريمة بعد كده ما يسيحش الكريمة. بعد كده جهزت الكريمة بقى بتاعتي، حطيت معلقة كوباية من الكريم شانتيه عليها كوباية ونص من المية، واخدت بعد كده الكريمة دي حطيتها في التلاجة تمسك نفسها شوية لحد ما الكاسترد بتاعي يبتدي ان هو يهدى شوية. في الأثناء دي أنا جبت بعد كده بقى المانجا عشان أوريكم ازاي تعملوا شكل الوردة اللي أنا كنت عاملاه. بناخد المانجا وبنقطعها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، شرايح كده صغيرة. ببتدي أفرد الشرايح دي بالطول زي ما هي والفها حوالين بعضها، وبتديني شكل الوردة. زي ما قلت لكم موضوع سهل جدا، مفيهوش أي يعني طريقة معقدة أو صعبة. يا دوب بتحطي بس شرايح المانجا دي مع بعضها وتلفيها حوالين بعضها، بتديكي شكل وردة حلوة جدا. تقدري تستخدميها في التزيين بتاع التورت أو الكنافة بالمانجا أو أيا كان اللي انت عايزة تزيني بيه. وبرضو قطعت من المانجا قطع كده برضو مربعات علشان برضو أزين بيها. بعد ما حسيت ان الكريمة بتاعتي خلاص كانت هديت في التلاجة والكاسترد بتاعي كان خلاص برد، خدت نص كمية الكريمة اللي انا عملتها حطيتها على الكمية بتاعت الكاسترد، وضربتهم بالمضرب الكهربائي عشان ابتدي ادمج الكريمة بتاعتي مع الكاسترد، فتديني كاسترد يكون خفيف شوية مش تقيل. وبكده خلاص كانت الكريمة بتاعت المانجا جاهزة معايا. بدأت ان انا بعد كده اشكل الكريمة في القوالب بتاعتي بكيس حلواني عشان يبقى سهل عليا، وعشان كمان كله يبقى واخد نفس الكمية. انا طبعا مش محتاجة اقول لكم قد ايه الكريمة بتاعت المانجا دي طعمها كان حلو جدا جدا جدا. طعم المانجا باين فيها، سكرها كان معتدل جدا، وكمان طعمها عامل زي القشطة كده بس واخد طعم المانجا، كان طعمها حلو جدا بصراحة. بعد ما خلصت الكريمة بتاعتي في القوالب كلها، بدأت ان انا احط بقى المانجا بتاعتي اللي انا مجهزاها للتزيين علشان ابتدي ازين الكنافة بتاعتي بالمانجا. طبعا ما تنسوش ان هي كنافة بالمانجا، فتوصوا بقى بكمية المانجا اللي انتوا بتحطوها عليها، عشان كمان المانجا دي اللي هي الثمرة نفسها هتبقى معاكوا حلوة قوي مع طعم الكريمة بتاعت المانجا، كله بيكمل بعضه. يعني مفيش حاجة ينفع تتشال من الوصفة دي نهائي. وفي الاخر بعد كده بدأت ان انا احط عليها حاجة بسيطة جدا جدا من العسل النحل. اللي مش حابب ان هو يستخدم عسل نحل يستخدم شربات، واللي مش حابب اصلا يحط اي نوع من انواع العسل فهي مظبوط السكر بتاعها. لو حابين تزودوا سنة بسيطة او حسيتوا ان هي عدمة سنة بسيطة ممكن تزودوا السكر زي ما بقول لكم، اللي هو العسل الشربات او العسل النحل. الكبات بقى انا جبت اللي كنت انا عاملاهم في الصينيه من غير قالب، وبدات ان انا احطهم في الكبات كده راق كويس. بعد كده حطيت عليهم راق من الكريمه، وبعد كده حطيت عليهم راق من الكنافه. بس قبل ما احط الكريمه انا حطيت شويه عسل نحل، لاني حسيت ان الكبات دي محتاجه سنه سكر. وبصراحه كانت مظبوطه جدا جدا جدا، كميه العسل اللي انا حطيتها ما كانتش كتيره، كانت مظبوطه وحلوه قوي.
وبكده خلصت وصفتنا بتاعة النهاردة. أتمنى تكون عجبتكم، وفعلا فعلا أنا بتمنى تجربوها وتقولي طلعت معاكم ازاي. الكريمة دي يا جماعة وهم، نفسي تجربوها وتقولي طلعت معاكم حلوة ولا لأ، وعجبتكم ولا لأ. هستنى تعليقاتكم. دي قناتي وأنا أسماء. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم أي جديد. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ويستفيد. وسبتكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.